السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا بحبكم جدا يا أحلى اخوات في الدنيا. إن شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واللهم بارك. زي ما انتم شايفين الكمية قد ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش كده مع بعض على الطريقة على طول. هنا بقى معايا كيلو من الدقيق ونخلينه كده كويس. هنقص منه ايه شوية كده، حوالي 250 جرام اهو كده بالشكل ده، اللي احنا هنستخدمهم للرش بتاع ايه الرقاق. ورشيت كده معلقة، زي معلقة ممسوحة كده من الملح، وهنعجن بمية وملح بس، ودي مية من الحنفية. بس هو الرقاق بيتعجن عجنته بمية وملح بس. هنعجنه عجنة كويسة جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا عايزة اقول كل اخواتي من جوه مصر وبره مصر، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الاضحى. ربي يكون ايام سعيدة وخير عليكم يا رب العالمين، وعيد مبارك على الامة الاسلامية العربية. وان شاء الله كده يا رب يتقبل صيامنا وصلاتنا وصالح الاعمال يا رب العالمين. هنا بقى بصوا بعجنه بقى عجن ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يعني عجنته عجن، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو بياخد لت شويه عشان ايه يديكي نتيجه كويسه. طبعا هو مش بيخمر ولا اي حاجه، احنا بنريحه بس. انا هنا قاعده طبعا يعني حاطه كده طبليه وبقطع عليها وهشتغل عليها على طول، لان احنا هنخبز مع بعض في الفرن ايه اللي شافوني وانا بخبز فيه عيش فلاحي، وشافونا واحنا بنخبز فيه شويه حاجات كده وفطير وكلام من ده. فاحنا هنعمل ان شاء الله. طبعا عامله الرقاق على القناه عندي على عين البوتاجاز، وكانت النتيجه هايله، وكان اللهم بارك في منتهى الجمال. لا النهارده احنا هنعمله بصراحه برضو في الفرن كده، عشان ايه ما يعني ما شاء الله يعني في ثواني بصراحه هعمله. هنا بقى رشيت رشه كده من الدقيق، وهقطع كده الكور، يعني الكوره بالظبط زي ما انتم شايفين حجمها مش كبير قوي. انا بعمل على قد الصينيه اللي انا هعمل فيها الرقاق باللحمه بعد كده. يعني انا بجيب، يعني عارفه الصينيه دي هتاخد رقاق قد ايه، فبقطع قد الكوره قدها. بص اللهم بارك، كيلو الا ربع من الدقيق عمل معايا كميه قد ايه. بنسيبه يرتاح حوالي كده نص ساعه، وبرش رشه من الدقيق وهنشتغل كده. دي اسمها النشابة، احنا بنقول عليها النشابة. معرفش بقى انتوا في المحافظات او في اي بلد بتسموها ايه، ويكتبوا لي في التعليقات او في الكومنتات كده انتوا بتسموا دي ايه بالظبط عندكم. بشتغل بيها كده. انا بعمل بطريقة والدتي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، هي ما شاء الله عليها استاذة في الرقاق. يعني انا جنبيها صفر بصراحة على الشمال. دعوة حلوة ليكم كده، من دعوة حلوة كده من قلبكم ليها كده. ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب. ويعني ما شاء الله عليها، يعني انا اتعلمت منها، بس يعني ما شاء الله عليها الصراحه. هنا بصوا سهل جدا. طبعا بنرش دي وفوق من تحت وفوق دقيق عشان ما يلزقش. بصوا ده الدقيق اللي انا عينته عشان استخدمه في الرش. يبقى انا عجنت كيلو الا ربع من الدقيق اللي هو 750 جرام، وخدت ربع كيلو اللي هو 250 جرام للرش. مش هستخدم اكتر من كده فيه. عجنته كانت لينه وجميله. وطبعا اول ما بيرتاح معاكي بيتفرد بكل سهوله معاكي، بكل يعني سهل جدا. زي ما انتم شايفين كل ما بحس ان هي بتلزق في النشابه بحط دقيق من فوق ومن تحت بالشكل ده. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميله، ويا رب يدومكم نعمه في حياتي. وطبعا ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من انا وبناتي، وان شاء الله احنا مكملين مع بعض. هنا بصوا يعني سهل جدا. ببرمها كده وبلفها عن النشابه بالشكل ده. هي يعني عباره عن عصايه خشب، بس احنا بنسميها النشابه. بفرد بيها كده. بصوا بكل سهولة بفردها بشمال ويمين لحد ما بديها ان هي تبقى يعني بخليها مدورة كده زي الصينية بالظبط. طريقته سهلة جدا الرقاق، وفي كل حاجة، في عجينه وفي غبيزه وفي عمايله والله اسهل منه، يعني سهل جدا. يعني كيلو ما شاء الله، لو هتجيبي كيلو دقيق اوفر بكتير ليكي ما هتشتري بصراحة ربنا من بره جاهز. طبعا الكيلو دلوقتي بمبلغ وقدره. انا ما اعرفش والله تمنه كام لاني مش بشتريه بصراحة، فما اعرفش تمنه كام بالظبط. فطبعا كيلو دقيق كيلو دقيق اهو، يعني يعتبر عملت كيلو الا ربع. عامل معايا كمية اللهم بارك محترمة من الرقاق، وناشف وجميل وحاجة يعني جميلة جدا بصراحة. اللي وصل معايا لحد هنا
ما ينسانيش بدعوة حلوة من قلوبكم الجميلة في الأيام الجميلة دي، ونتكتر بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وطبعا ما ننساش الصيام يا جماعة، العشرة ذو الحجة دول 10 مباركين وجمال جدا يعني. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال يا رب العالمين. هنا بقى أنا عشان طبعا بوري إخواتي حبايبي اللي هم لسه مبتدئين طبعا، بعمل واحدة بواحدة، لكن أنا هشتغل بالاتنين مع بعض بعد كده عشان أنجز وأخلص الكيلو ده في نص ساعة. والله عايزة أقول لكم نص ساعة كنت مخلصة غبيز وكله في نص ساعة، ما كملتش نص ساعة والله كمان. يعني كنت شغالة يعني ما شاء الله اللهم بارك، في ثواني عملتهم، وفي ثواني ما بياخدوش حاجة في الغبيز، يعني عجين بغبيز بكله ما خدش ثواني. احنا بنريح العجينة طالما ارتاحت معاكي بتتفرد بكل سهولة. هو ما بيخمرش زي ما قلت. بعد ما بنقطعه كده كور زي ما شفتوه كده، بنسيبه يرتاح شوية كده حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده بتشتغل فيه بتلاقيه اللهم بارك اتفرد معاكي بكل سهولة. وبنعجن بمية من الحنفية زي ما قلت في أول الفيديو. بصوا بعمل بالاتنين، يعني أنا يعني عشان أنجز في ثواني هعمل كله كده بالطريقة دي، هيخلص معايا في ثواني. بعمل شويه بقى حلوين كده محترمين، وهشغل الفرن واخبزهم في ثواني، واروح عامله بقى ايه بقيه الكميه لو انا شغاله لوحدي. لكن لو حد شغال معايا هيفرد لي شويه كده، يعني هيفرد لي كده فرده بسيطه ويديني، وانا ايه اكمل فرد زي ما انتوا شفتوا كده بالنشابه. هنا كنت بقى كنت بوريكم. بصوا هي على قد الصينيه اللي انا بعمل، على قد حجم الصينيه. بصوا الرقعه عامله ازاي، دول اللي انا عملتهم وهخبزهم معاكم. بصوا رقعه رايقه جدا، مش شارب دقيق كتير كده، انا ما بحبش بصراحه في دقيق كتير، بنفضه من الدقيق خالص. اهو بالشكل زي ما انتم شايفين اهو. وعايزه اقول لكم ان انا ما استخدمتش غير الربع اللي هو الدقيق اللي احنا خدناه، يعني أنا كل اللي انا استخدمته كل كيلو من الدقيق للرش والعمايل. هخبز طبعا بالنشابه برضو، هفردها كده على النشابه وهدخل في الفرن. طبعا كنت مولعه الفرن مسخناه من قبلها، بتخش على فرن ساخن زي ما انتم شايفين كده. ده الفرن، ده فرن اللهم بارك، فرن بانبوبه كده يعني موصلين عليه انبوبه. بخبز فيه العيش الفلاحي وبخبز فيه كل حاجه، يعني بصراحه جميل جدا جدا ونافعني قوي بصراحه. بصراحة بينجز في كل حاجة، يعني بتخبزي بسرعة بكل سهولة. بياخد كذا، يعني لما باجي اخبز ممكن اخبز 4 ترغيفة فيه بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده الرقاق ما بياخدش اي حاجة، وخلي بالنا عشان ايه ما يتحرقش مننا. هو بيبقى عايز نار هادية شوية عن العيش، وتخلي بالك وعينك عليه بتدايريه، يعني بتدايريه شمال في يمين كده لحد ما تجيبي ايه جنب الابيض كده جنب النار، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. اهو بالشكل ده كان هاشش وخفيف. وعايزه اقول لكم بقى اللهم بارك، ناشف، طالع ناشف بصراحه من الفرن، يعني هو طالع من الفرن ناشف. بصوا بفرد كده زي ما انتم شفتوا كده، بلمها على النشابه وبفرد وايه، وافردها في قلب الفرن بالنشابه زي ما انتم شايفين بكل سهوله. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة، وعايزة اقول لكم موفرة. بدل ما هتشتريه بالغالي بايدك تعمليه في البيت. لو ما عندكيش فرن زي ده كده ممكن هتعمليه على الطاسة. ارجعوا للقناة بتاعتي على الفيديوهات القديمة، انا عاملاها عندي على القناة على عين البوتاجاز على صينية، واللهم بارك كان في منتهى الجمال. هنا بصوا بقلب الرقاقة، وما بلاقيها بيضة بقلبها كده وبتطلع معايا اللهم بارك في منتهى الجمال. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تفاعلكم معايا والله، وشكرا ليكم وعلى كلامكم وذوقكم معايا في كل فيديو بنزله بصراحة. يعني كومنتاتكم هي اللي بتسعدني والله وبتفرحني. وان شاء الله احنا مكملين مع بعض. بصوا بفرده بكل سهولة زي ما شفتوا كده. احنا عندنا عود حديد زي ده كده، بنشد بيها العيش من الفرن. حلوة قوي بصراحة. بص بوريكم بقى خلاص كده، هخبز بقى مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. بصوا كيلو ربع من الدقيق عامل معانا قد ايه، يعني هو كيلو كله بالرش بكله. بصوا الرقاق عامل ازاي جميل جدا جدا وهاشش وخفيف اللهم بارك. عايزه اقول لكم انا ما عرفتش ارصه فوق بعضيه لان كان هيجي كتير. ما حطيته كده في صينيه كبيره دي وفرطته كده عليها. بصوا ناشف واللهم بارك، يعني سواه حلو جدا. طريقته سهله جدا زي ما شفتوا. هنا بقى كنت خلصت بقى. احنا عندنا بصراحة ودي عادة، يعني ربنا ما يقطعها لنا، ربنا يخلي والدتي يا رب كانت معودانا عليها، وحماتي برضو الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. ادعوا لها بالرحمة هي وأموات المسلمين، هي ووالدي وأموات المسلمين يا رب يرحمهم ويغفر لهم. كنا بنخلص واحنا في الفرن نجيب
سكر كده ونكسر كده رقاقة في قلب الطبق كده، ونروح نرش عليها الحليب سخن كده، اللبن كده مسخنينه قوي على النار غاليينه، ونروح نحطها بقى على الرقاق وتاكلي بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم ان الرقاق مش بيتعمل بقى باللحمه بس، احنا بنعمله بحاجات كتير. بنحمره كده زي الفطير، بنحط عليه سمنه ونحمره زي الفطير كأنه فطير بالظبط، بنبله يعني من المرقه كده والشوربه، ونحمره بالسمنه كأنه فطير. وبنعمل بالطريقه دي لعيالنا كده، لاطفالنا بيحبوه جدا قوي، بيفطروا بيه الصبح. رقاق باللبن كده بيبقى حلو قوي بصراحه. انا هنا بقى كنت عملت كده، وبصراحه ربنا كانت قاعده منا كده جنبي اهي، منا دي منا بنتي، قالت لي بقى عايزه اكل يا ماما، عملت لها بقى شويه. يا رب يكون فيديو عجبكم، بحبكم في الله.